واحنا خبراء في النفخ. احنا بننفخ في نفسنا وننفخ في نفسنا لنفسنا ونتنفخ على غيرنا مع نفسنا. انما انت بقى عارف تبيع الشويتين دول بره؟ يعني الحضور الشديد الكثيف ده ليه احنا كويسين وممتازين واحسن ناس في الدنيا وبتاع، واللي عملناه واعظم وبهرنا العالم. كله يقول لك بهرنا العالم. عالم يا جماعه؟ العالم مطلع عين ابونا بره. بهرناه ازاي؟ بهرناه ازاي؟ اولا انا من الداعين بقوه بشده برجاء بتوسل بتسول نبطل الجمله دي بتاعت ابهرنا العالم، لانه ليس غرض اي بلد او اي شعب في انه يبهر العالم. غرض ان احنا ننجح، نعمل ما نراه مصلحة هذا الوطن ونسعى من اجل هدف رقي وترقي هذا الوطن. ابهرنا العالم ابهرناهوش، هو حر العالم. انا اللي ليا ايه في العالم؟ ليا مصلحتي. انا لا يسوى حب الناس ولا كره الناس في الغرب ليك. اللي يسوى ان الحب او الكره ده يضر بمصلحتك او يفيدها. يبقى لازم تتعامل مع العالم بلغة العالم. فنقعد نقول لنفسه 30 يونيو و30 مليون خرجوا وابهرنا العالم. ما ابهرناش العالم. ده العالم قال علينا انقلاب. ده العالم صدق عصابة رعاع وما صدقناش. يبقى في مشكلة كبيرة جدا في تسويق نفسك. ليه؟ لأن طول الوقت احنا مطبلطية.